عاجل، باريس يوافق على عرض الهلال الضخم ومبابي يرد. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة ستار سبورت. قبل أن نبدأ نشرتنا نرجو منكم الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم أخبار كرة القدم أولا بأول. وقبل أن نبدأ بالتفاصيل، ما رأيك في انتقال مبابي إلى الهلال السعودي؟ شاركونا بالتعليقات. رد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على عرض نظيره السعودي الهلال من أجل الحصول على توقيع النجم الفرنسي كيليان مبابي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وتحرك النادي السعودي من أجل الظفر بتوقيع مبابي هذا الصيف، مستغلا تردي العلاقة بين اللاعب وإدارة ناديه ورفضه الجلوس على طاولة التجديد للعقد الذي سينتهي في يونيو القادم. شبكة سكاي سبورتس البريطانية أكدت اليوم الثلاثاء أن النادي الباريسي رد على العرض السعودي بشكل إيجابي ووافق عليه، علما بأن العرض قد تصل قيمته المالية إلى 300 مليون يورو. وأصبح الهلال يملك الإذن من باريس للتفاوض مع مبابي على البنود الشخصية في العقد المنتظر بين الطرفين، على أمل أن ينجح النادي السعودي في إقناع اللاعب بتقمص ألوانه في الفترة المقبلة. يأتي ذلك في الوقت الذي ترتبط فيه تقارير صحفية عديدة مبابي بالرغبة في الاستمرار في باريس حتى نهاية عقده، ثم ذهب بعد ذلك إلى ريال مدريد الإسباني في صيف 2024 كلاعب حر. واستبعد باريس مبابي من تدريبات الفريق التحضيرية خلال معسكر اليابان الحالي بعدما شارك في مباراة فريقه ضد الوهافر الودية تحضيرا لمنافسات الموسم الكروي الجديد. وأشارت الشبكة إلى أن مبابي رد على موقف سان جيرمان بكلمات واضحة قائلا: لا أفكر في الرحيل عن باريس للانتقال إلى فريق آخر غير ريال مدريد. يذكر أن العديد من التقارير أكدت أن ريال مدريد قد يقدم عرضه الرسمي الأول للتعاقد مع مبابي في الأيام القليلة القادمة. متابعينا الكرام، شكرا لكم على حسن المشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس فضلا وليس أمرا.